مساء الخير على أحلى وأجمل متابعين سفرة سهير. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب النهاردة تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة بديل الفستق بالفول السوداني. هنعملها بأبسط طريقة، مش هتاخد معاكي وقت خالص، وهتنفعك في كل الحلويات اللي انت هتعمليها وفي حاجات نواعم العيد. هيبقى حلو جدا معاكي. بصوا قد ايه بديل الفستق حلو جدا، واللون بتاعه حلو. لو عملتيه في اي حلويات هيبقى حلو جدا معاكي. هنعمله بأبسط طريقة. يا ريت تكملوا الفيديو معايا. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس. اول حاجة هنجيب سوداني، ممكن يكون محمص وممكن تجيبيه سوداني اللي هو بيبقى الابيض، اللي هو يعني بيبقى ني. تمام. بعد كده لان كده كده في الحالتين هنبدأ نحمصه. بعد كده هنبدأ نجيب كبة أو مطحنة الخلاط، هنفرم فيها الفول السوداني بتاعنا. أو ممكن تدقيه مثلا يعني تخليه نص جرشة كده هوت. بأي حاجة عندك، بحديدة هون، بأي حاجة. المهم إن احنا نفرمه فرم اللي هو، ولا هو فرم ناعم قوي ولا هو الفرم اللي بيبقى خشن خالص. بعد ما بنفرم الفول السوداني بتاعنا بالشكل دوت، بفضيه في اي بولة عندي علشان هبدأ. هنشوف هنعمل ايه مع بعض الخطوة اللي جاية. بصوا انا بوريكم ان هو انا فرمته فرم متوسط، ولا هو الناعم قوي ولا هو الخشن. جبت بولة فاضية هنجيب فيها حوالي 3 معالق مية. وجبت اللون اللي هو اللون الغذائي. الالوان دي الوان جل بتتباع عند اي حد عنده خامات حلويات. بجيبهم بجيبه. وبعد كده ببدأ بقى أقلب كويس اللون مع المية بالشكل دوت. وببدأ أضيفه على السوداني. طبعا لو السوداني احتاج معاكي مية تاني زودي برضو، أنا هيحتاج معايا. وهبدأ برضو أزود كمية المية تاني، وهنبدأ نزود لون تاني. طبعا اللون حسب ما انتي بتحبي اللون فاتح أو غامق. خدت برضو نقطتين من اللون الجل بالشكل دوت. بدأت أقلبهم كويس جدا، وبدأت أقلب بيهم السوداني. نحاول نقلبه كويس علشان ما بيجي يتحمص. احنا كده بقى في المرحلة دي احنا طبعا ضفنا مية، فاحنا هنضطر ان احنا نجيب صينية عندنا ونحمصه. لان طبعا هو كده فيه رطوبة من المية. فهو لازم يتحمص كويس جدا علشان ما لا يقعد معاكي. وتعبيه ببرطمان. طبعا هيقعد معاكي فترة معاه في اي وقت. لو قعد معاكي فترة وهو متحمص طبعا مش هيجرى له اي حاجة، لكن لو سبتيه كده هو طبعا هيبوظ معاكي. جبت صينية وفضيته بالشكل دوت. ببدأ برضو أقلبه كويس جدا عشان الألوان يعني تدخل كويس جدا مع الفول السوداني وتدي لون حلو معايا. بعد كده هبدأ بقى أكون مسخنة الفرن. يعني درجة الحرارة تكون سخنة جامد، وما اللي بدخل الصينية بهدي النار خالص. ومن وقت للتاني ببدأ أقلب السوداني بتاعنا. بعد ما خرج عندي بقي بالشكل دوت. السوداني كان حلو جدا، بصوا متحمص وفي منتهى الجمال. السوداني بتاعنا اللي هو بديل الفستق. يا ريت يكون عجبكم النهارده، ويكون فيديو النهارده يكون عجبكم واستفدتوا منه حتى لو كانت معلومة بسيطة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس.